تعرف ان هذا الشكل راح تشوفه يوم القيامة وممكن يكون سبب دخولك لجهنم. كلنا راح ندخل جهنم، كل مسلم يقول لا اله الا الله راح يدخل جهنم بس مو للعذاب، لسبب ما تتخيله. قبل ما نبدأ في الموضوع اتمنى انك تروح تشوف المقاطع اللي بحط صورها الحين امامك عشان توضح لك الصورة. بعد ما كشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه وسجد له كل المؤمنين الصادقين، وتجمدت وتحجرت ظهور المنافقين اللي كانوا يصلون في الدنيا رياء، سواء عشان بس الزواج أو عشان أمه وأبوه ما يزعلون، ويوم يشوف الناس كلها ساجدة لله سبحانه وتعالى إلا هو، وقتها يعرف أن عاقبته سيئة جدا، فيزرق ويسود وجهه خجل وخيبة، فينادى كل شخص باسمه يا فلان بن فلان هلم. وأول ما يسأل الله سبحانه وتعالى عن النعم ويقول سبحانه يا عبدي أفظننت أنك ملاقيني. متخيل كمية الخوف والخجل اللي راح يصيب الظلمة والمنافقين. وبعدها ياخذ الله سبحانه وتعالى بيده السماوات والأرض، فنبقى في ظلمة دامسة ما تشوف أي شيء أمامك. كل المؤمنين لهم نور خاص فيهم على قد إيمانهم وأعمالهم، فبعضهم زي الجبال أمامهم وأقلهم نور بسيط في إبهام رجلهم، يولع مرة ويطفى مرة. فيضع الله سبحانه وتعالى الجسر اللي هو الصراط المستقيم على جهنم، جسر أدق من الشعرة، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم مدحضة مزلة، يعني زلق جدا، وعلى جوانب الجسر خطافات مثل الشوك اللي وريتكم إياه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخطافات تشبه شوكة السعدان اللي وريتكم صورتها في البداية. بدأ الجد الحين، بدأ الفرز. المنافقين في ظلمة شديدة الحين، بيتمسكون بالمؤمنين ويقولوا لهم تكفون، أعطونا شويتين من نوركم. بس الوضع ما فيها مجاملات واطلبني واطلبك، يقول المؤمنين ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، مو وقته. فالله سبحانه وتعالى يضرب بسور بين المنافقين والمؤمنين، ويعطي المنافقين نور، بس النور هذا مو زي نور المؤمنين، فيمر المؤمنين كل واحد على حسب إيمانه ونوره، فبعضهم من يعبر بسرعة وأقلهم من يزحف وتتخطفه الخطافات. أما المنافقين يمشون ويتخبطون ويطفى نورهم في نص الصراط المستقيم ويلقون في الدرك الأسفل. فإذا شاف المؤمنين أنهم نجوا قالوا يا ربنا أخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا يساعدونا ويشتغلون معنا. فيقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين اللي نجوا ادخلوا يا عبادي واسحبوا كل شخص في قلبه مثل دينار من إيمان، يعني وقتها راح ندخل جهنم، بس الله سبحانه وتعالى يحرم على جهنم جلودنا وصورنا فلا يصيبنا عذابها، فندخل فنشوف أشكال وأنواع العذاب، ونسحب كل شخص في قلبه مثل دينار. بعد ما نخرجهم كلهم، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا يا عبادي واسحبوا كل شخص في قلبه مثل نصف دينار من إيمان، فنرجع وندخل جهنم ونسحب كل شخص في قلبه مثل نصف دينار من إيمان. ويوم نخرجهم كلهم يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي ادخلوا وأخرجوا كل من كان في قلبه مثل ذرة من إيمان، وندخل ونسحب كل شخص كان في قلبه مثل ذرة من إيمان. ويوم نخرجهم كلهم يقول الله سبحانه وتعالى بقيت شفاعتي يا عبادي، بقيت شفاعتي، فلله شفاعة يوم القيامة، فيقبض الرحمن قبضة بيده في جهنم، قبضة تليق به سبحانه وتعالى، فيخرج فيخرج أقوام كاملة، أقوام ما لهم أعمال تماما، ما عملوا خير قط، فيضعهم الله سبحانه وتعالى في نهر يسمى بنهر الحياة على أطراف الجنة، فينبتون على أطراف هذا النهر مثل اللؤلؤ. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن نبت في ظل كان أبيض، ومن نبت في نور كان أخضر. وفي رقبة كل شخص علامة يعرفون بها أهل الجنة أنهم عتقاء الرحمن، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه.